النهاردة هنتكلم عن شوية أفكار مهمة قوي جاية من نص اسمه صون أعصابك، نصائح من زهرة. النص ده لقيناه على قناة عالم زهرة، والفكرة الأساسية بتاعته بسيطة ومباشرة جدا، إن إحنا المسؤولين عن سلامنا النفسي، عن أعصابنا. دي مهمتنا إحنا. وأكتر حاجة لفتت نظري هي البداية، بداية قوية بصراحة. النص بيقول إن فكرة إنك تستنى حد يجي يعتذر لك عن إنه ضغطك أو أذاك نفسياً دي فكرة عبثية شوية. بيقول إن الانتظار ده غالباً ملوش نهاية كويسة. كلام محتاج وقفة، مش كده؟ فعلا كلام صريح ومباشر، والنص كمان بيتعمق في النقطة دي. بيقول إن الناس أصلا لما بتلاقي حد تعبان نفسيا وبيعبر عن ده، رد فعلهم بيكون إيه؟ إنه بيبالغ، أو إنه حساس زيادة عن اللزوم، كأن المجتمع ساعات مش جاهز يتعامل مع التعب النفسي بجد. دي نقطة خطيرة فعلاً. كأن النص بيقول لك خلي بالك، لو استنيت تقدير لتعبك من بره ممكن ما تلاقيهوش خالص، وممكن كمان يتقال عليك كلام يضايقك أكتر. تفتكري ليه؟ هل ده عشان الناس ما بقتش متعاطفة، ولا كل واحد خايف على نفسه؟ هو النص مركزش قوي في تحليل الأسباب النفسية لردود الأفعال دي، قد ما ركز على النتيجة العملية، اللي هي إيه؟ إن المسؤولية في الآخر عليك أنت، على الشخص نفسه. لازم بقى الواحد يتعامل مع أعصابه وصحته النفسية دي كأنها كنز، أغلى حاجة عنده. وهي فعلا كده، حاجة لو راحت صعب ترجع تاني بسهولة. تمام. طب لو المسؤولية دي علينا، يبقى السؤال المنطقي، نحافظ على الكنز ده إزاي؟ إيه بقى الخطوات العملية اللي النص بيقول عليها؟ هنا النصيحة ممكن تبان صعبة شوية على ناس كتير. بيقول نقلل من الشكوى والكلام الكتير عن التعب. خلي بالك، هو مش قصده نكبت مشاعرنا، لا خالص، بس الفكرة هي الاختيار. نختار بعناية إحنا بنتكلم مع مين وإمتى. وفي مقولة استخدمها النص بليغة قوي بصراحة: اللي تعبك مش هيهتم، واللي بيحبك هيفهم من غير ما تقول. المقولة دي جامدة، بس محتاجة تفكير شوية. هل القصد إن الشكوى الكتيرة دي بتستهلكنا إحنا أكتر ما بتفيدنا، وممكن كمان تخلي الناس تبعد حتى اللي بيحبونا؟ يمكن التركيز على الوجع بيخليه يكبر. بالظبط كده، هي دي النقطة الجوهرية، فكرة توجيه الطاقة. بدل ما الواحد يصرف طاقته النفسية دي في شكوى ممكن ما تجيبش نتيجة أو ما تلاقيش اللي يسمعها بجد، لا، الأفضل نوجه الطاقة دي يا إما نحل المشكلة نفسها لو نقدر، أو على الأقل نحمي نفسنا من مصدر الضغط ده. الموضوع كله إدارة موارد داخلية. ده مش معناه ما نطلبش مساعدة لما نحتاجها طبعا، بس نفرق بين الفضفضة اللي بتريح والشكوى الدايمة اللي بتدخلنا في دايرة مقفولة. وده بقى بيوصلنا للحتة الأخيرة في النص، الخلاصة بتاعته، ودي أنا شايفها قوية جدا ومعبرة قوي. النص بيختم بجملة حاسمة: أغلى حاجة فيك هي نفسك، فما تبيعهاش بالرخيص. الجملة دي بتربط كل حاجة ببعضها، كأن كل النصايح اللي فاتت دي هدفها الأخير هو ده، إنك تحافظ على قيمة نفسك. هي دي فعلا الزتونة زي ما بنقول، خلاصة الفلسفة اللي النص بيقدمها، إن كل المجهود ده عشان نحافظ على أعصابنا ونحط حدود وما نكترش في الشكوى، كل ده بيصب في الآخر في خانة واحدة: إننا ندرك قيمة نفسنا ونقدرها. النص كأنه بيدعونا لخطوة استباقية، يعني نهتم بصحتنا النفسية دي قبل ما نقع، قبل ما نوصل لمرحلة اللي هو الاحتراق النفسي ده. وده محتاج وعي، محتاج يقظة وقدرة إننا نحط حدود واضحة للناس، ونبقى مقتنعين من جوانا إن سلامنا النفسي ده وقيمتنا الذاتية أهم من أي حاجة تانية، أهم من إرضاء أي حد أو استجداء تقدير ممكن ما يجيش أصلاً. فعلا الواحد بيشوف الصراع ده كل يوم، نوازن ازاي بين اللي حاسين بيه جوانا وبين ضغوط الدنيا وتوقعات الناس. النص هنا بيدينا بوصلة واضحة: الأولوية لجوه، لنفسنا. وهنا بقى ممكن نسيب سؤال نفكر فيه بعدين. لو إحنا اتفقنا مع النص ده إن أغلى حاجة فينا هي نفسنا، تفتكر إيه الخطوات الصغيرة قوي البسيطة اللي ممكن كل واحد فينا يعملها في يومه عشان بس يأكد لنفسه الإحساس ده بقيمته الذاتية؟ وإزاي نحصن نفسنا شوية بشوية ضد الضغوط اللي جاية من بره دي؟ مش لازم تغييرات ضخمة، ممكن تبقى مجرد طريقة تفكير مختلفة أو رد فعل صغير بنغيره كل يوم.